السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية ورضا من الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك التقوى والعافية والغنى والستر والرضا لي وليكم ان شاء الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عايزاكم بس اول حاجة تخشوا في الكومنتات وتصلوا على الرسول. ونبدأ الفيديو. بصوا انا رحت اشتري فول، لقيت علبة الفول ب15 جنيه، فيها 3-4 معالق بالعدد. قلت لا والله لا انا جايبة فول وادمسه. طبعا نقعت الفول مش اقل من 4 ساعات. عايزة مثلا بالليل للصبح وتولعي عليه الصبح ماشي، عايزة تخليه 4 ساعات يبقى خير حلو يعني. اهو هو بصوا نفش الفول معايا، هيستوي معاكي بسرعة. بصوا نفش اهو كبر. هحط عليه ايه بقى؟ هحط ليمونه، وهحط نقعه 3 معالق عدس اهم، بس يعملوا شويه، يبوشوا شويه في الميه ويزيدوا. طبعا ما بتنقعيه بيزيد في الميه. واحط المعلقه السحريه بقى اللي هتخليه يعني يستوي، بدل 4 ساعات هتسويلك في ساعه. اهو بصوا هنحط. طبعا انا غسلاه ونقعاه وفل يعني. اهو بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. شجعوني يا حبايبي كده، وخشوا على الكومنتات، اكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده، وصلوا على الرسول في الكومنتات عشان انتوا تاخدوا حسنات وانا اخد حسنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا نحط المعلقه السحريه اللي هي ايه بقى؟ اللي هي السكر، معلقه سكر اهو. بصوا معلقه كبيره اهي هنحطها على الفول اهي. بدل ما تروحي بقى تشتري الفول غالي ومش هيكفي، والله ما هيكفي حتى طفل صغير ياكل بصراحة يعني. ربنا يرحمنا. نص فول ب22، قولوا 23 هيعمل لك يعني. بصي 4-5 علب من اللي انا اشتريتهم، يمكن اكتر كمان اهي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. عندك غلاية، ما عندكيش غلايه ميه سخنه في اي حاجه بتسخنيها وبتحطي ميه سخنه. ولو عايز تزوديه ميه سخنه، اوعي تحطي ميه ساقعه عشان ما يسودش منك. هسيبه على النار يستوي، وبعد ما ياخد كام غلوه كده على النار هيكون العدس يعني زاد في الميه وباش هحطه على الفول اهو. بس يغلي الاول بالميه السخنه، بعد كده هخليه شمع خالص خالص خالص. طبعا حطيت الليمونه زي ما شفتوها، وحطيت معلقه السكر. في ناس بتحط طماطم بقى وتحط حاجات كتير، يمكن هما بقى يعني بيحبوا الحاجات دي، لكن انا بحط الحاجات دي بس بسيطه يعني. بعد ما قلت لكم العدس يبوش شويه هحطه، يكون الفول خد غلوتين 3 كده ماشي. يلا خليكم معايا. بصوا حبايبي اهو ابتدى يغلي زي ما انتم شايفين اهو. طبعا لما يغلي هغطيه واوطي النار قوي عليه، واسيبه بقى ايه لحد ما يستوي واوريهولكوا في الاخر ماشي. وحبيت اوريهولكوا بقى. توطي النار خالص، تخليها ايه شمعة. عارفين شمعة شمعة شمعة؟ عايزة الفول يطلع حلو تخلي النار شمعة ايه. بصوا شمعة اهي، هيستوي يبقى زي الفل. بصوا حبايبي الفول اهو. احط العدس اللي انا نقعته اهو. بصوا عشان ماسكه التليفون بس وبايدي كمان العدس اهو. افضيه وكده قرب يستوي اهو زي ما انتم شايفين. حطيت العدس حبايبي اهو. هغطي عليه بقى واسيبه يستوي خالص على مهله اهو. لازم نغطيه وما تفتحيش عليه عشان ما يسودش. بعد ما يستوي هوريهولكم. بصوا يا حبايبي رجعت لكم تاني اهو. الفول عايزه اقول لكم يعني في منتهى الجمال اهو. هغرف معاكم اهو اهي. بصوا عايزه اقول لكم، بصوا زبده اهو، زبده 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 اهو. يعني انت لو جربتي الطريقه هتعجبك ان شاء الله. واسمك بتجيبي بص نص كيلو ملل دماسه اهي، يعني نص كيلو. اللهم بارك. جميل جميل جميل. وانت لو جربتي الطريقه مش هتبطلي تعمليه اقسم بالله.
يعني استوى بقى زبدة اهو، بس هو سخن مش عارفة. بصوا اهي، مش عارفة انتوا شايفين ولا ايه اهو، زبدة اهو. عايزة اقولك ملهلب اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني جميل جميل جميل. وبعدين اسمه حاجة انت عاملاها ببيتك نضيفة جميلة. هتعوزي تاكلي تروحي تغرفي وتاكلي، مش قادرة اقولك بقى، يعني جميل جدا 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 اهو. بصوا هعمل معاكم برضو حاجات كتير هنفرزها ان شاء الله عشان رمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين. اول 3 رمضان اللي عايزة تفرز حاجة بقى تجيبها وتشيلها اليومين دول، عشان انتوا عارفين التجار والبياعين بيولعوا الدنيا قبل رمضان. اللي عايزة تفرز مانجا، اللي عايزة تجيب بطاطس وتعملها خضار بقى، برضو ارحم من ان رمضان بيجي علينا بنلاقي الحاجة يعني عايزة اقولك مولعة نار اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، ادي طبق فول اهو مليان ياكل اسره اهو. وبعدين الدماسه اهي، اللهم بارك ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. القدره مليانه اهي، مليانه بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا اهو اهو. وبعدين جميل جميل، وما هيقعد هيتقل، يعني هيبقى الغيره بتاعه تقيل زي ما بتشتريه واحلى كمان من البياع. ما تعرفوش بقى البياع بيحطوا ايه، بيحطوا حاجات كده تخليه يستوي بسرعة. وعلى ايه بقى، ده ما احنا بنعرف نعمل كل حاجة نعملها في بيتنا نضيفة وحلوة لولادنا، ونضمن السلامة لولادنا في الاكل اللي احنا بنعمله اهو. بسم الله ما شاء الله. هنحط شوية زيت بقى زيتون، حطوا كمون، حطي ليمون زي ما انت عايزة اهو. حط قرن فلفل اهو، حط شوية كمون فوق الوش اهو. بسم الله ما شاء الله يعني اهو. عايزه اقول لك بقى شويه كمون، شويه بابريكا، انت عارف الفول ده تحط عليه كمون جميل قوي. اللي عايز يحط طبعا شطه يحط براحته، حبشيه بقى زي ما انت عايزه الولاد يعني اهو. تحبيش الفول الولاد بقى بيحبوا الحاجات الحاميه، عايزه تحطي شطه، عايزه تحطي اي حاجه بقى، بس هو المعروف الفلفل بالكمون اللهم صل على النبي. وعايزه تحطي شطه تحطي اللي يعجبك بقى اهو. شويه بابريكا فوق الوش كده اهي. بصوا اهو طبق الفول، حطيت عليه بابريكا، حطيت عليه كمون، طبعا ملح، وحبشيه بقى زي ما انت عايزه وزي ما اسرتك عايزه. انا اسفه على الاصوات اللي بتطلع كده، بس هم جيراني يعني ما اقدرش اقول لهم حاجه، فاعذروني يعني. يا رب الفول يكون عجبكم والطريقه عجبتكم اهي. بصوا استوى اهو زي الزبده اهو. بصوا سخن. بسم الله الرحمن الرحيم، جميل جدا، حلو قوي قوي قوي. جربي الطريقه وان شاء الله هتعجبك باذن الله باذن الله. ونصلي على الرسول في الكومنتات عشان انا اخد حسنات وانتوا تاخدوا حسنات، وتدعوا لي دعوه حلوه كده. واللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. اهم حاجه الدعوه يا جماعه، وربنا يخليكم يا رب نعمه في حياتي، ويكرم كل اسره يا رب يا رب يا رب، ويجعلها سنه ناجحه كده على الجميع باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.